السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. كلنا لما بنروح العمرة او الحج بنحب ناخد هدايا سواء لقرايبنا او حبايبنا او جيراننا. هعرفكم على سوق تقدروا تروحوا تشتروا منه الهدايا سواء جملة او قطاعي باسعار كويسة جدا، وهعرفكم ازاي تروحوا. من عند الحرم هنوصل لغاية حمامات رقم 6. هنخلي الحمامات على يمنا وهندخل في الشارع على طول، يعني هيكون ظهرنا للحرم. هنلاقي السلم الكهربائي هننزله وهنمشي في الشارع ده. الشارع ده اسمه ابراهيم الخليل. الشارع ده مليان محلات، وكمان بيكون في بياعين قاعدين في الارض وبيبيعوا باسعار كويسه، سواء المحلات او الناس اللي قاعدين في الارض. لكن مش هو ده السوق اللي احنا رايحينه النهارده هنروح سوق تاني. فهنمشي شارع ابراهيم الخليل كله. الطريق اللي انا بوصفه لكم ده لو انتوا حابين تروحوا بالباص او حافلات مكه، ودي حافلات مجانيه بدون رسوم خالص. همشي شارع ابراهيم الخليل كله. لكن لو انتوا حابين تروحوا بتاكسي، فاول ما بتوصلوا شارع ابراهيم الخليل هتلاقوا تاكسيات، ممكن تاخدوا تاكسي وتقريبا بياخد 10 ريال. انا اول مره اروح السوق ده، وكان في واحد واصف لي الطريق. فنصيحتي ليكوا وانتوا رايحين، لو انتوا حابين تروحوا السوق ده روحوا في تاكسي، وانتوا راجعين ممكن ترجعوا بالحافلات. وهعرفكم الاسباب او انتوا هتعرفوها معايا خلال الفيديو دلوقتي. والطريق زي ما قلت لكم انا بدأته من عند الحرم المكي، بندور على حمامات رقم 6 وبندي ظهرنا للحرم المكي، وبنمشي في الشارع اللي قدامنا بيكون شارع ابراهيم الخليل. بناخد الشارع كله لغايه الاخر، بتلاقوا اشاره مرور، بتعدوا الاشاره وبتكملوا الطريق برضو على طول، يعني ما بتحودوش لا يمين ولا شمال، انتوا بتاخدوا الطريق على طول وبتعدوا وبتكملوا برضو الطريق على طول، وبتنكم ماشيين لغايه لما تلاقوا موقف الحافلات. طول الطريق طول ما انتم ماشيين هتلاقوا محلات كتير. المحلات دي بتبيع هدايا باسعار رخيصه، لكن بتبيع قطاعي. لكن لو انتوا حابين تاخدوا كميات فالافضل ليكم ان انتوا تشتروا بالجمله، ده هيكون اوفر ليكم. بعد ما بخلص شارع ابراهيم الخليل بعد الاشاره بمشي في حدود 10 دقايق لغايه لما بلاقي محطه الباص، ودي بتكون اول الخط. الباص ما بيتاخرش، يعني تقريبا كل 5 دقايق بتقف حافله. الحافلات نظيفه جدا ومكيفه، وعجبني جدا ان هي مجهزه وفيها اماكن مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه. وهنا كنت وصلت لمكان الانتظار او الموقف الخاص بالحافله، وده بيكون اول الخط. فالحافله بتكون جايه فاضيه، فهتلاقوا مكان. ولو حصل ولقيتوا الموقف زحمه خلوا الناس تركب، واول حافله تمشي واركبوا في الحافله اللي هتيجي وراها، لان الحافلات زي ما قلت لكم ما بتتاخرش. ركبت الحافله، والحافله فيها شاشه مكتوب عليها المحطات اللي الباص هيقف فيها، وكل محطه مكتوب جنبها الوقت اللي هيستغرقه الباص علشان يوصل المحطه دي. يعني كان في محطه مكتوب جنبها دقيقتين، ومحطه تانية 4 دقايق، والمحطه الثالثه كانت بعد 6 دقايق. كل ما الباص بيوصل محطه الشاشه بيحصل فيها تحديث على طول للمحطه اللي بعدها. وصلت الموقف اللي المفروض انزل فيه، فكان قدامي جسر لازم اطلع الجسر ده او الكوبري واعديه للناحيه التانية عشان اوصل السوق اللي انا عايزه اروحه. الجسر ده فيه سلم وفيه اسانسير، والاسانسير كان واقف. فطبعا طلعت السلم علشان الاسانسير ما كانش شغال. ولما نزلت انا كنت فاكره ان هو ده السوق، وللاسف ما طلعش هو ده. طلع السوق الخاص بالاكل، يعني عندهم سمك مشوي وكشري وطعميه. هتلاقوا كل الاكلات اللي انتوا عايزينها في السوق ده، وفي مندي وفي كل حاجه. فكان لازم ارجع تاني. ولما سألت عن السوق اللي أنا عايزاه قالوا لي قدام شوية، فلازم تمشي قدام شوية. فأنا مشيت في حدود 10 دقايق مشي. فعلشان كده بقول لكم لو انتوا حابين تروحوا من عند الحرم، الأفضل ليكم اللي انتوا تركبوا تاكسي وانتوا رايحين، وانتوا راجعين اركبوا الباص، لأن هتطلعوا من السوق هتلاقوا موقف الباص قدامكم على طول. لكن الباص في العودة ما بينزلش عند الحرم، بينزل برضو عند الموقف، عند آخر خط الموقف مفروض. وبتاخدوا مسافة بتمشوا تاني، بترجعوا تاني ل10 دقايق مشي، وبعد كده بتخشوا شارع إبراهيم الخليل وبتمشوا شارع إبراهيم الخليل كله. أنا رحت في الباص لكن رجعت في تاكسي. لكن الأحسن اللي انتوا تروحوا في التاكسي، ولو حابين ترجعوا بالباص ارجعوا بالباص، لأن مش هتضطروا ترجعوا، يعني مش هتضطروا تطلعوا جسر، ولا هتضطروا ترجعوا 10 دقايق مشي تاني عشان توصلوا للسوق. فزي ما قلت لكم الافضل ليكم وانتوا رايحين بالتاكسي، وممكن كمان ترجعوا بتاكسي لو انتوا حابين. لو حابين ترجعوا بالباص ده هيكون اسهل ليكم. وده لان وانتوا رايحين الباص بينزلكم بعد السوق، لازم ينزلكم في الموقف، وكمان مفيش تعديل طريق، يعني لازم ينزلكم عند الجسر اللي هتعدوا منه، اللي هو الكوبري اللي هتطلعوه وتعدوا منه. ما ينفعش ينزلكم قدام السوق لان مفيش تعديل طريق. فالمهم طلعت الجسر ونزلت ورجعت تاني مسافة مشي 10 دقايق. لو كنت اعرف من الاول ان فيها مشي وفي جسر وفي الحاجات دي كلها انا كنت رحت بتاكسي، وده كان هيكون اسهل بكتير. المهم اخيرا وصلنا سوق الكعكية. سوق الكعكية عبارة عن سوق يتكون من 4 ادوار. انا طبعا ما لفتش السوق كله لان كنت رايحة متأخر، لان كنت صليت العشاء في الحرم وبعد كده طلعت، وعقبال ما وصلت كانت في حدود الساعة 10 بالليل، وهو بيقفل 12. فلو حابين تروحوا سوق الكعكية روحوا بدري شوية، يعني روحوا بعد أذان العصر عشان يكون قدامكم فرصة ان انتوا تقعدوا مدة أطول هناك علشان تعرفوا تلفوا السوق كله.
الاسعار هناك حلوه ورخيصه، وخصوصا لو انتوا هتشتروا هدايا بالجمله، يعني هتشتروا بالدسته، فده هيقف عليكم ارخص من انكم تشتروا الهدايا قطاعي. سعر الدستة هيقف عليكم ارخص من انكم تشتروها تجزئة. وطبعا اكتر حاجة لازم نشتريها في الهدايا المسواك والمسك والسبح وسجادة الصلاة. وانا عجبني كتير الميداليات هناك، كان في اشكال كتير جدا للميداليات، وممكن كمان تكتبوا على كل ميدالية اسم الشخص اللي انتوا هتديله الميدالية هدية، والسبح كمان بيتكتب عليها الاسم. وعجبني قوي كولمن المية ده علشان بيفكرني بكولمن المية اللي موجود في الحرم. والصواني القهوة المذهبة شكلها حلو قوي، كل ما تتخيلوه هتلاقوه موجود هناك. انا اشتريت شوية ميداليات على شكل جمل، الميداليات دي حلوة تنفع للهدايا للاطفال الصغيرين كده بيحبوا الحاجات دي. وكمان اشتريت ميداليات من اللي بيكتب عليها الاسم. الميدالية الجمل تقريبا كانت الواحدة بريالين، اما الميدالية اللي بيكتب عليها الاسم خدت الميدالية بريالين، اما كتابة الاسم خدوا عليه ريالين. فالميدالية اللي بيكتب عليها الاسم وقفت عليا ب4 ريال. وفي علب كده بيكون فيها سبحة وقلم والسبحة الإلكترونية، وفي كمان ألعاب أطفال وبخور. والمسك، الدستة في المسك الصغيرة ب10 والكبيرة ب20. وزي ما انتوا شايفين في طرح وعبايات ولبس أطفال ولبس كبار وعبايات بيتي وشنط، يعني كل ما تتخيلوه موجود في المكان ده. أنا اتمشيت في 3 أدوار بس في السوق، لكن لما جيت أطلع الدور الرابع كان خلاص قفل، قال لي خلاص سكرنا، فما طلعتش الدور الاخير. تقريبا كان في مطاعم كان نفسي اطلع عشان اجرب المنتو السعودي، بس الحمد لله جربته وهنزل لكم فيديو وهقول لكم تشتروه منين، لان انا اشتريته من مكانين، فهقول لكم اي واحد كان عجبني اكتر. بس المكان اللي انا اشتريت منه قال لي ان المنتو يمني، فانا كنت فاكره ان المنتو سعودي. انا ما اعرفش بقى المنتو يمني ولا سعودي، اكتبوا لي انتوا. واللي ما يعرفش المنتو عباره عن عجينه محشيه لحمه مفرومه، بس لازم تكون اللحمه المفرومه قطع او يعني مكلكعه. فانتظروا فيديو المنتو لان جربت معاه كمان بعض الاكلات السعودي، الفيديو ده هيبقى حلو قوي. نرجع للفيديو بتاعنا. انا عجبني الميداليات اللي على شكل جمل، فاشتريت منها اكتر من لون لان طبعا بتبقى فيه الوان كتير. واشتريت كمان في ميداليات بتبقى ازاز ومكتوب جواها الله او محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها همومنا. وبالنسبة لسجادة الصلاة بيتكتب برضو عليها الاسم، بس أنا ما اشتريتش من سوق الكعكية، أنا اشتريت من محل تاني وعمل لي السجادة بالكتابة اللي عليها ب7 ريال. وهنزل لكم اسم المحل اللي أنا اشتريت منه السجادة ومكانه فين بالظبط الفيديو اللي جاي إن شاء الله. أنا كان عاجبني جدا فكرة الأسماء اللي بتتكتب على الحاجة، سواء على السجادة أو على المصلية أو على الحظاظة أو على السبحة. فكرة حلوة جدا وبتتكتب بالخط العربي، فبيبقى كمان شكل الاسم حلو قوي. هنا كنت عايزة اطلع الدور الرابع، بس الراجل ده قال لي خلاص سكر، فعشان كده ما طلعتش، وقلنا خلاص المحلات بدأت تقفل، فكنت نازلة بقى خلاص هطلع من السوق. ولما نزلت لقيت محل فيه اكسسوارات كانت حلوة جدا، وكمان فيه خواتم فضة، فجبت شوية اكسسوارات تنفع هدايا، وكمان جبت ميداليات على شكل شخصيات كرتونية. وبكده خلصت جولتي في سوق الكعكية. خدت تاكسي ورجعت تاني الحرم، ونزلت في شارع ابراهيم الخليل، واكيد كان لازم اشتري عرايس كوكتيل فواكه، بس تحفة طعمه بجد رهيب، لازم تجربوه. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، والى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.